أحرقت القلوب وأذهلت العقول، لأننا فقدنا اليوم قائد ميداني ليس من قادات المداكي والمقايل، قائد ترك فراغ كبير نحن سنفقده، ونحن سنشعر بهذا الفراغ الذي ترك شداد رحمه الله. ولكن كما قال والده سيخرج من شداد، وفعلا عندما التحمت الصفوف مع عصابة الغدر والخيانة تحولت الرجال كلها إلى شداد، وبثواني استطاعت الرجال أن تحول الهجوم الدفاع إلى هجوم. وكما سمعتوا كانت خطة إرهابية منسقة، فالحمد لله كانوا مراهنين على اسقاط الحزام الامني بدقائق وليش بساعات، ولكن رجال الحزام الامني صخرة لا تهتز امام هذه الاعداء، اعداء الجنوب. نؤكد لكم ثاني مرة وثالث ورابع ان لن نتراجع، وسوف نقف امامهم ونهزمهم. وليس جريمة ان نقتل، ولكن الجريمة ان نحتضن هؤلاء العصابات في بيوتنا او ان نتستر عليهم. والله انه مرذول من نحتضنهم بعد اليوم او رحمهم. جرائم بشعة يرتكبوها بحق ابناء الجنوب. النصر للجنوب، النصر ان شاء الله للجنوب، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.